مشاهدي نيل التعليم العالي، برحب بحضراتكم حلقه جديده من تكنو فيلم. النهارده حديثنا عن الافلام الروائيه وانواع العدسات، وهيشرفنا الحديث حول هذا الموضوع الاستاذ ابراهيم كامل المخرج. برحب بحضرتك معنا استاذ اهلا ابراهيم. بحضرتك يا فندم، اهلا بحضرتك. الحقيقه النهارده بنتكلم عن الافلام الروائيه وانواع العدسات. اول سؤال ممكن يهتم جدا الساده المشاهدين ان هم يعرفوه، ايه هو تعريف الافلام الروائيه؟ هو تعريف الافلام الروائيه هو فيلم احنا بنقدم من خلال قصه كبيره جدا، مضخمه، بنقللها لمستوى معين من الوقت. تقريبا بيبقى فيلم روائي بدل ما يبقى مدته ساعه ونص وساعتين وبتاع، بنخليه حوالي تقريبا الى اقصى حد ما حسب المهرجانات كمان ما بنعديش ال 35 دقيقه تقريبا. مم. ده بالنسبه للافلام الروائيه القصيره. دي الحاجه التانيه احنا بنشرح من خلال القصه دي مصغر عن القصه كان نفسها، ان احنا بنقلل التايمنج بتاعها بحيث ان احنا المشاهد بتاعنا ما يملش، وفي نفس الوقت تبقى حسب امكانيات انتاج الفيلم. تمام. ده شكل بسيط او تعريف اه، بسيط مبسط، للروائي بالظبط. القصير. طيب، بالظبط. الحقيقه حضرتك استاذ ابراهيم دخلت المجال ده ازاي؟ والله انا من بداياتي يعني هو اكتشفت موهبه ان انا اخش مجال الوسط الفني من ناحيه التمثيل، مم. وربنا كرمني الحمد لله، ولقيت الحمد لله. ان جهه الاخراج احسن طبعا. فابتديت اساعد اخراج، وبدات حياتي كلها من تقريبا 2001 مع المخرج الجميل قوي استاذ جلال الشرقاوي. هادي وده كان وسهلا. من عمالقه الفن بصراحه، ان انا طبعا اتعلم منه طبعا. حاجات كتير. شاركت معاه عملين، وابتدت رحلتي بقى مع المخرج فهمي الخولي ومع مجموعه مم. كبيره من المخرجين طبعا. البيت الفني ما شاء الله. بالظبط. كل تمام. مخرج بقيت اتنقل معاه، اشتغل معاه عمل واثنين وثلاثه. وانتقلت للدراما، اشتغلت عملين برضو ساعدت فيهم مع الاستاذ عمرو عابدين واستاذ ابراهيم الشوادي، ورحمه الله عليه برضو ياسين اسماعيل ياسين، شاركت معاه في عمل برضو الله يرحمه. كمساعد اخراج مم. الحمد لله يعني. مم. ومن هنا ابتديت بقى اتجه لاتجاه السينما والفيديو اكتر من المسرح. مم. فلقيت موهبتي اكتر هتبقى طبعا ان انا اوصل الصوره اللي اللي في هي على ذهنك الورق للمشاهدين. مم. الى صوره مرئيه، بحيث ان الناس كلها تفهم انا خيالي رايح لغايه فين. وممكن اتعامل مع كل العمل الفني باقل الامكانيات. يعني انا مم. مش محدود بحته ان انا يبقى معايا معدات كتيره ولازم لوكيشن ضخم واعمل ديكور واعمل. لا، بقيت النهارده اتعامل، بحب اصور في الاماكن الطبيعيه. ده مم. واحد. اتنين، بحب اصور ممكن باقل كاميرا ممكنه، بس مم. بشرط ان الصوره تطلع حلوه والصوت يطلع حلو مم. ويوصل للمشاهد. رائع يا استاذ ابراهيم. طيب، ربنا يخليكي. الحقيقه يعني المجال ده مجال واسع جدا، وبالتهيألي محتاج مهارات ومعايير معينه. يعني اهم المهارات من وجهه نظر حضرتك اللي لابد انها تتوفر في مخرج العمل الروائي القصير. والله هو واحد الموهبه، ودي طبعا. من عند ربنا. ونعم بالله. صحيح. الحمد لله رب العالمين. نمره اتنين، ما نقدرش نغفل الدراسه. طبعا. نمره ثلاثه الخبره بقى، مم. ودي مترتبه على ان انت بتشتغل كتير كتير كتير، ومع ناس فاهمه، وناس متمكنه من شغلها. فمن هنا انت بتتعلم كل المهارات اللي ممكن اي حد ما يغفلهاش. زي ما قلنا في الاول، اللي هي الموهبه ثم الدراسه ثم الخبره. الثلاث عوامل دول لو توفروا في اي شخص ما موهوب، ونمى موهبته بالخبره وبالدراسه، متهيألي هيبقى ما شاء الله حاجه نابغه يعني، او مم. بروفيشنال في شغله او في عمله. تمام. طيب، بالنسبه لك انت شخصيا يا استاذ ابراهيم مريت بتجارب كتيره جدا الحقيقه، وطبعا الحقيقه الخبره زي ما حضرتك بتقول بتزيد. آه، بنظره عينك كده ممكن تكتسب ايه من خلال العمل في مجال الافلام الرؤيه القصيره؟ والله هو اول حاجه عندي توظيف العمل نفسه وتسكين الشخصيات. دي حاجه انا بكتسبها من ان انا ابقى سريع البديهه في حاجه زي كده. صحيح. دي حاجه تانية، في متعه في التعامل مع المواهب الجديده. يعني خلاص الموهبه القديمه احنا عرفنا الفنان الفلاني بيعرف يشتغل قدام الكادر، فيلا انا مش هيتعبني في حاجه. لكن النهارده لما اشتغل مع موهبه جديده، وجه جديد مثلا، وانا متوقع فيه ان هو حد موهوب في تمثيله او في خلافه، فانا من هنا ببتدي اركز عليه، ان انا اديله معلومه او اديله حاجه او اخد منه معلومه او اخد منه حاجه. فهنا بحس ان انا استمتعت في ده، انا اثمرت. مم. لكن مم. النهارده لما اشتغل قدام نجم، ما هو ماشي، ما هو النجم عارف شغله، ومدير التصوير عارف شغله، ومدير الاداره عارف شغله. طيب انا اثمرت في ايه؟ ان انا ابدعت في اللوكيشن، وابدعت مثلا في اخراج العمل، ك ك كتجميع للشخصيات وتجميع للعناصر المكمله ليه، كديكور وخلافه وتصوير. لا، اما تيجي حضرتك تجيبي حد كده وتشتغلي معاه جديد، بتبقى متعه، انك بتطلعي منه حاجه هو اساسا كان مفتقدها وما كانش مم. واخد باله منها. مم. فدي في جميل. حد ذاتها حاجه ممتعه يعني. تمام. طيب، الحقيقة عايزين برضو نعرف من حضرتك يعني فكرة كده عامة عن أنواع العدسات، والحقيقة هل بيفرق استخدام المخرج لعدسات معينة
في الدراما نفسها اللي هو بيقدمها او في الموضوع نفسه اللي هو بيقدمه ممكن توظف لاغراض دراميه داخل العمل؟ والله هو احنا من زمان كنا طبعا عارفين طبعا في فرق ما بين التصوير السينمائي والتصوير الدرامي، امم. الفيديو عامة، وإن كنا هنصور حاجة زي مسرحية أو حاجة، برضو بيبقى لها تصوير خاص يعني. حاجه تانية. مم. وليها إخراج خاص غير إخراج المسرحي عامة. احنا النهاردة لو جينا اتكلمنا عن موضوع العدسات والكاميرات، احنا بنبدأ نشتغل في السينما مثلا كأفلام رؤية قصيرة، بنقول بأقل الإمكانيات بتبقى الكاميرا مثلا 5D. ال 5 دي بتبقى ليها عدسات متعدده، بنبدا امم. مثلا بالعدسه مثلا 70 200. دي بتبقى عدسه مثلا على بعيد المدى من 70 الى 200 المدى بتاعها، 200 متر قصد حضرتك؟ القدم بتاعها. القدم، اه. تمام. دي بتفرق كتير طبعا، ان هي بتجيب لي شخص من بعيد، بتقربه لي مع حاجه اسمها فوكس جوه العدسه، ان انا بلغي حاجه واظهر حاجه. في عدسه اسمها فوكس، العدسه دي 50 فوكس، دي بتبقى عدسه مقربه جدا، وفي نفس الوقت ما بتعملش بيكسل على وش الممثل او الحاجه اللي انا عاوز اظهرها جوه الحدث نفسه. في حاجه اسمها عدسه 24 امم. 105، برضو العدسه دي اقرب الى حد ما للزوم بتاع الممثل او الشيء اللي انا عايز اظهره جوه الكادر. وبعد كده في حاجه اسمها بقى 70 300 و70 400، دي بتبقى للمدى الابعد اللي احنا ممكن ناخد منها كادرات من ابعد ما يكون. يعني مثلا عندي ممثل ماشي تحت كوبري في وسط البلد، وانا محتاج اخد له كادر من بعيد، امم. فالكادر ده انا باخده منه زوم، مثلا زي مثلا افلام الفنان الجميل خالد يوسف، لما بيجي ياخد لنا مثلا مناظر من عشوائيات الافلام اللي بيقدمها، بياخدها من على بعد، زي فيلم حين ميسره ومش عارف ايه وخلافه، بيجي من على بعيد قوي قوي ويجيب لنا المشاهد دي. ما ينفعش ان انا اخدها من قريب، لا لازم ابقى انا بعيد، وبالعدسه بتاعتي ابتدي اقرب المسافات بتاعتها، بحيث ان انا ما افكسش عليها، ويبقى الحدث باين، والممثل بتاعي برضو باين جوه الحدث. جميل. طيب الحقيقة يا أستاذ إبراهيم حضرتك يعني ليك تجارب رائعة، من التجارب دي فيلم صنع في الصين. تمام. وشاركت حضرتك بالفيلم ده الحقيقة في مهرجانات وحصل على جوائز، ده شيء رائع الحقيقة. الحمد لله رب كلمنا بس عن العالمين. التجربة قبل ما نشوف الفيديو ونسيب حضرتك مع الفيديو، عايزين نتكلم عن التجربة دي. الفكرة نفسها جات لحضرتك ازاي؟ الحقيقة الصعوبات اللي واجهتك ممكن أثناء التصوير طبعا، يعني الحقيقة تمام. هنفهم برضو مع السادة المشاهدين أكتر لما نشوف الفيلم إنه ممكن يحصل صعوبات. اكيد. والحقيقة ربنا يوفقك بقى ربنا للجوائز. يخليك يا استاذ، ربنا يخليك يا رب. ملك الله. هو والله الفيلم انا كنت شغال ساعتها برامج تبع قناه ما من غير ده ذكر اسمها يعني. فاللي حصل كالاتي، ان في 4 شباب او 3 شباب سيناريست، وهم اللي عاملين القصه، فهم عرضوا عليا القصه، بصراحه فيها عجبتني جدا. موضوع جديد جدا خالص، يعني ما تقدمش قبل كده في السينما المصريه، سواء روائي طويل او روائي قصير. فلما الموضوع عجبني ابتدينا نشتغل، بسم الله الرحمن الرحيم. ودعيت بعض الزملاء المشاركين معايا في العمل بصراحه، ما بين مصور وما بين مونتير وما بين مزيكا. ابتدينا نشتغل ونحط النقط والخطوط العريضه للاعمال، وابتدينا من هنا نحدد مكان اللوكيشن. واسعدني طبعا منتج معايا جميل شارك معايا باللوكيشن بتاعه بصراحه في بلده. وانا من المخرجين اللي احب اشتغل في الاماكن الطبيعيه، ما احبش اعمل لوكيشن، احب اروح امم. لوكيشن. دي لما الحقيقه برضو بعد دي حته الخبره الحقيقه يا استاذ ابراهيم، يعني بعد اه خبره من الوقت برضو مش اي حد يعملها بسهوله انه يصور في الاماكن الطبيعيه، لانها بتحتاج، حضرتك هتقول لنا بقى بتحتاج حاجات كتيره جدا الحقيقه، طبعا. بتحتاج اضاءه معينه، بتحتاج يعني دراسه متعمقه جدا لظروف المكان. اولا الطبيعه حلوه، وانا جميل. احب اظهر الطبيعه في حلوه الفيلم. دي يا استاذ ابراهيم، صحيح. لان انا لو ما وريتكيش الطبيعه جوه الفيلم هتشوفيها فين؟ ما انت اكيد متقوقعه ما بين شغلك وبيتك او خلافه. كل الشعب صح. المصري على كده كده. فانا النهارده لو ما اظهرتهاش في الفيلم بتاعي مم. اظهرها فين؟ صحيح صحيح. فانا محتاج اظهر ده. مم. فطبعا كان من خلال، انا دايما من طبيعتي احب اطلع عين شغلي قبل ما طبعا اشتغل. طبعا. فلما طلعت بصراحه لقيت في البلد اكتر من لوكيشن، مش لوكيشن واحد البلد دي اللي هنشوفها في اللي فيلم صنع هنشوفها في في الصين الفيلم ان ان شاء شاء الله. الله. الفكرة مبتكرة، بس ممكن سريعا فكرة موجزة كده عن الفكرة المبتكرة دي، فكرة غريبة يا أستاذ إبراهيم، عايزين نسمعها من حضرتك لحد ما نشوف الفيلم برضه. طيب هو صنع في الصين. والعدسات وظفت يا أستاذ إبراهيم في الفيلم بقى، هنفهم برضه حضرتك كمان بتشرح على طبعا الفيلم. اشتغلت الحمد لله بالعدسات اللي انا مم. عايزها. مم. هو الفكره كلها مقتبسه من ان احنا المنتجات الصينيه غزت العالم، واي حاجه بتغزو مصر بتغزو العالم كله، لان المصريين هم الشخصيات المقنعه لاي حاجه في العالم. مم. يعني مثلا مصر تقتنع بكذا، يبقى الدول العرب كلها تقتنع، صحيح. دول الغرب كلها تقتنع، دي عادتنا. مم. فاحنا اقتنعنا، فمعنى احنا نقتنع يبقى العالم كله يقتنع. هو القصه كلها جت من ان في شاب هو دكتور، وطبعا احنا عارفين ان العلماء في مصر ليس لهم مكان
في العلم بتاعهم، الا اذا كان من خلال بقى الفكره جامده، او العالم ده ليه واسطه جامده او خلافه. فمن هنا ابتدينا نضع الفكره دي، ان في عالم ابتكر فكره صناعه روبوت او ما يشبه الانسان العادي، لكن هو روبوت في الاصل، وتكوينه من داخل روبوت، لكن التكوين الخارجي انسان طبيعي. مم. فراح الدكتور ده الفكره دي عجبت الصينيين، فاقتبسوه واقتبسوا الفكره بتاعته، ومن خلالها ابتدوا يوفروا له كل الامكانيات. مم. فمن هنا بدأ يصنع انسان الخارج عادي بشري، والداخل روبوت مصنوع من آلات وحديد فكرة مبتكرة ومحتاجة وأنسجة شغل وبتاع. الحقيقة جامد جدا يا أستاذ اه إبراهيم اه عشان توصل الفكرة للناس من غير ما تكون بشكل مصطنع. وبدون خيال علمي. أيوه بالظبط كده، وده اللي ووصلت هنشوفه. الحمد لله. الحمد لله، وحصلت على جوائز يعني. طبعا الحمد لله رب حقيقي وصلت لإيه العالمين. بقى يا أستاذ إبراهيم؟ انا والله كمان من ضمن الجوائز اللي حصلت عليها خدت دكتوراه فخريه من ما شاء اكاديميه الله. كامبريدج، وخدت دبلومه في الاخراج السينمائي مم. عن طريق الخبره ما والدراسه شاء بتاعتي الله. الحمد لله رب العالمين. وخدت كاس من اكبر مدارس الامور الفندقيه مم. لمشاهدتهم للفيلم ما شاء الله. الحمد لله. وخدت خدت احسن من وهران اخراج أعتقد. مهرجان، اه. ودخلت وهران خد شهاده تقدير الحمد لله. مم. وخدت بسم الله الرحمن الرحيم كمان فتيبة. دخلت مهرجان طيبه، مم. خدت فيه برضو شهاده تقدير احسن اخراج في ما شاء الله. عن الفيلم. فالحمد لله المصريين يعني دايما هو الحقيقه كتير، محققين يا يعني استاذ هي كتير. ابراهيم ما ربنا شاء الله، يخليك يا وربنا رب. يوفقك دايما، ربنا واحنا يخليك محتاجين ان شاء الله ان احنا كمان نشوف شغل زي ده اكتر واكتر من حضرتك ان ان شاء الله شاء الفتره الجايه. الله ان شاء الله باذنك بنشكرك يا يا رب. استاذ ابراهيم. هنسيب حضرتك مع الساده المشاهدين ونشوف سريعا مع حضراتكم عرض لفيلم صنع في الصين، فيلم روائي قصير من اخراج المخرج ابراهيم كامل. نشوفه مع حضراتكم ونرجع مره ثانيه. قول لي يا مرزوق يا ولدي، ايه رايك في هريدي؟ بتلفت عليه يا ولد، انا بسألك انت. خير يا حاج، مسكوا ايه تاني؟ تقصد ايه يا ولد؟ اقول لك يا حاج اقصد ايه؟ رايك ايه في هريدي يا مرزوق؟ كويس يابا، اصلي بفكر امسكوا مصنع الغزل. رايك ايه في هريدي يا مرزوق؟ كويس يابا، اصلي بفكر امسكوا الاراضي، العمارات. وايه تاني يا حضرة العمدة؟ انا عارف ان الكلام ده ماشي في البلد، لكن عايز اقول لك البلد لما بيحصل فيها مشكلة ما تلاقينيش بتروح لهريدي. انت بتفكر في ايه يا حاج؟ بفكر اديله هدية اختك. هنية مين؟ هنية اختي؟ امال امك؟ مش قصدي يا حاج، بس يعني يا حاج احنا ما نعرفوش ولا نعرفوا عنه حاجة. لا نعرفه، ونعرفه كويس كمان، نعرف اخلاقه، نعرف ادبه، نعرف ان هو بيكلش في الشغل، ما بيكلش. ماشي يا حاج، اللي تؤمر بيه.
سلام وحضر. الله وبركاته. كيفك يا ابو العمر؟ ازيك انت يا ابني؟ ازيك يا مرزوق؟ خير يا حاج. خير ان شاء الله. مرزوق قوم سيبني مع الهريدي شويه، عايز اقول له كلمتين. فايز قوم يلا اتحرك. يا على البرود بتاعك يا ساتر. اه اقعد يا هريدي، اقعد يا ابني. كويس ان انت قعدت يا هريدي، الحمد لله. ما تزعلش منه، ما انت عارف انه واد بارد. مرزوق اخويا حج. ايوه خير يا ابو العمر؟ خير ان شاء الله. ما يكونش حد اشتكى لك من العمال في المصنع؟ لا يبقى المزارعين في الارض؟ لا برضه. يبقى ما فيش عاد غير سكان العماير. إيه. بعدين معاك يا هريدي، ما تديني فرصه يا اخي عشان اقول لك الكلمتين اللي عايز اقولهم. عمال تتكلم في ايه يا راجل؟ افهم، انا عايز اقول لك كلمتين. اقول ايه يا راجل؟ انت يا وليه خلي الواد يجيب الحجر. ايوه مرزوق ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول يا مرزوق، ابوك كان عايز هريدي في ايه؟ تفتكر انت يا هنيه ابوك العمدي هيعوز هريدي في ايه؟ هتلاقيه كان عايزه في شغل، مصلك انت حيطه مايله. لا يا هنيه ما كانش عايزه شغل وما تبديش امال يعني هيكون عايزه في ايه؟ حاجه تخص. تخص ناني؟ هيكون ايه؟ يعني هو قال لي ما اقولكيش قول بقى يا مرزوق، اروح اغير التلابيه. قول بقى يا مرزوق. لا اصل انت فاهمه. يا مرزوق قول بقى. بطل قول يا واد. المنطق ده. انا كنت بدافع عنك وكنت بقول لا، لكن الظاهر ان انتوا الاثنين تستاهلوا بعضكم. احنا الاثنين مين يا مرزوق؟ هريدي يا ام مخضر. انا دلوقتي عايز اعرف انت هتحب اختي ولا لا؟ لا ما احبهاش وبرضك ما هكرههاش يا مرزوق. هنيه دي اختي. وايه المانع ما دام ما هتكرههاش؟ المانع ان ابويا الحاج عايز يمسكني العموديه بعد جوازي من هنيه. ايه؟ انا عارف انك بتفكر في العموديه. طب انت ما قلتلوش ليه الحقيقه؟ يا مرزوق انت لسه صغير. وبعدين يا اخوي احنا ممكن نهيئك له. ها نمسكك ناشئين بترول اسيوط تطلع بيهم الدوري وبعديها نمسكك العموديه. ناقصه استظراف. انا قصدي ما قلتلوش ليه انك بتتعالج عند الدكتور سيف ولا ايه؟ اها ادي قول بتعالج عند الدكتور سيف. هقولها له ازاي دي؟ اياكش انت كنت تقولها له. وبعدين انا عايز اسالك سؤال. ايه؟ هو الدكتور سيف ده ما شفتلوش لا عيل ولا دايل؟ ايه حكايته بالظبط؟ راجل اصلا ظهر في البلد من فتره قريب. ابويا كان بيقول ان هو ساب البلد لما كان في الثانويه العامه. راح اتعلم في مصر وجي بدا يخدم بلده وجي وعمل العياده هنا. يعني بس ما نعرفوش قوي. طب قوم نعرف دلوقتي بعد اللي جلسه معاه. قوم ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هريدي؟ في ميعادك بالظبط. ايه يا هريدي؟ هي الضفه رجعت لك تاني ولا ايه؟ شكله بس على خفيف. تمام. وهل ترى في تقل في الكلام في اللسان يعني؟ لا قدامك اهو. كويس بره. كويس قوي. ايه يا دكتور؟ ازيك يا مرزوق؟ عامل ايه؟ الحمد لله. معلش انا اسف ما خدتش بالي. بص بقى يا سيدي، انت هتستنانا بره 5 دقايق على بال ما اقعد مع هريدي شويه نظبط مع بعض شويه حاجات ونرجع تاني. بص بقى وانت بره اعمل اللي انت عايزه، اشرب شاي اشرب قهوه اللي انت عايزه، برطع يا سيدي براحتك زي ما انت عايز. ماشي؟ معلش يا مرزوق حقك عليا. بعد اذنك اتفضل. طيب قوم انا يا دكتور. اتفضل يا حبيبي اتفضل. بس حاجه جديده انا بره ها؟
الباب في ايدك يا مرزوق بعد اذنك. ماشي يا دكتور. ماشي يا حبيب قلبي. يا هنية، ايوه ياما. ما بلاش يا بنتي الجواز ده ليه؟ بس انا بحبه ياما. ده مش مكتوب لك. كده؟ طب انا هروح لابوي. يا بنتي يا بنتي. تعالي يا هنيه، قومي اهو. يعني يا حاج. نعم يا حاج. ولك نفس تقولي نعم يا حاج؟ ايه الكلام الفارغ ده اللي بتقوليه لبنتك؟ ايه؟ يا حاج. بس ايه، مش عايز بغبسك، اخرسي خالص. هي كلمة هريني هيتجوز هنيه، فاهم ولا مش فاهم؟ ما تردي. حاضر يا حاج. حاضر يا حاج. بتبتجني قوي مش كده؟ امشي غور يلا، خلي زي ما بتعملي حتتين ولعه، يلا امشي. تعالي يا بنتي، تعالي يا حبيبتي. حبيبتي هنيه هتتجوزي هريدي، يعني هتتجوزي هريدي. ابوك قالها وهينفذها. اهلا يا هريدي. خير يابا. خير يا مرزوق. اقعد يا اخوي، اقعد يا هريدي. بنت هنيه حضري العشاء. لا يا حاج بقى، مش لزوم والله. يعني جاي بس اقول لك الامر الكليه اللي احنا اسمه. خبر عاجل. قامت اليوم مؤسسة الإبداع الصيني بزيارة إلى مسؤول مصري حول نزول الروبوت الصعيدي إلى مصر، وقال المسؤول أن الشعب هو الذي يستخدم هذا الجهاز، وبالتالي هو الذي يقرر نزول الروبوت من عدمه. وقرر نزول حملة دعائية كبيرة ورقم هاتفي يصوت من خلاله المشاهد ويقرر نعم أم لا. أما عن الجهاز فهو طفرة كبيرة في مجال الروبوت، فهو يمكن أن يعمل في أي مجال مثل الصناعة، الزراعة، الخدمات، وهو مبرمج على أعمال عدة. وفوق كل هذا فتكلفته بسيطة جدا. حاجه شيوات يعني هيضيقوا علينا. ايه؟ حال ايه هذا؟ هي كثير يا عمر. لكن احنا الغلطانين. ايه؟ احنا الغلطنا. وهنبدا بالبلاد دي. ايه؟ من النهارده مفيش عقد تجاره صيني هيدخل البلد واصل، ولو فوانيس هنكسرها. بقى انت يا هريدي عايز تحارب الروبوت الصيني وكمان تمنع وصول مصر؟ لا كده كتير قوي والله. لا ايه ضحك يا اخي. ايوه بس انت الكلام اللي بتقوله صعب يعني. بقول لك مسمينه صعيد. ايوه انا عارف. طيب بس خلاص انت عايز ايه؟ فهمني عايز ايه؟ عايزك معاك. عايزني معاك فين؟ هنا فين؟ حضرتك دكتور كبير ومتعلم بره ومعاك شهاده كبيره. ماشي. فلما تقف مع حته الهريدي ده هيبقى الموضوع كبير وهتعمل لها قيمه. والله فكرة حتى الواحد يتسلى شوية. أنا معاك يا أختي. ماشي. طيب أنت عايزني معاك إمتى؟ النهاردة؟ إيه؟ النهاردة الساعة 7 ورا الدوار عندنا هريدي. كل البلد عرفت. برافو عليك يا مرزوق. تسلم يا هريدي. ازيك يا مرزوق؟ ازيك يا دكتور؟ عامل إيه؟ نور الحياه. تمام؟ اطلع بره. إيه؟ ما خبطش وهو داخل. ايه وبديل الحي. هو فيلم صنع في الصين طبعا، زي ما قلنا في حديثنا مع الاستاذه هبه الجميله ان احنا بنتكلم فيه عن نزول الروبوت المصري، الروبوت الصيني مصر الى مصر. ومعنى نزول الروبوت الصيني الى مصر ان هو هيقعد شباب كتير في البيت. ده المعنى اللي احنا وصلناه جوه الفيلم عامه يعني، من ان هم يشتغلوا بايديهم ويزرعوا ويقلعوا زي ما كلنا دلوقتي بنتعامل مع اي جهاز في التكنولوجيا الحديثه زي التلفزيون مثلا بالريموت كنترول. احنا قاعدين مكاننا ما بنقومش ونروح ونيجي ونعمل حركه، وده بيثقل من وزننا طبعا. فهو المعنى اللي احنا عايزين نوصله ان النهارده لما ينزل روبوت صيني الى مصر بس من اختراع دكتور مصري اساسا، ده معناه ان هو بيفسد كل ما هو حركه خاصه بالانسان المصري داخل بلاده او داخل مصر. يعني النهارده اللي بيقلع واللي بيزرع واللي ده شرحناه جوه الفيلم. يعني لا هيعمل ده ولا بتاع، هيجي الروبوت. طبعا الروبوت ده هيوفر عماله كتير جدا.
يعني الارض اللي كان بيشغلها مثلا 20 30 مزارع هيشغلها مثلا روبوت او اتنين او تلاته. ده معناه ان احنا بنثقل او بنقلل من العماله المصريه، وبنثقل من وجود صناعه صينيه في مصر. فاللي احنا عايزين نوصله كالمعنى العام يعني غزو المنتجات الصينيه الى مصر. طبعا دي مشكله كبيره جدا، ان المنتجات الصينيه لما تغزو مصر هتقعد ناس كتير جدا جدا في بيوتها، لان طبعا الصين معروف ان هم ما شاء الله بيصنعوا من اللي هو شيء فيما معناه. النهارده لما يجوا مثلا يجيبوا لنا ولاعه ثمنها جنيه ولا حاجه، واحنا النهارده بنعمل الولاعه ممكن تكلف 3 4 جنيه تكلفه بس. فطبعا ده في حد ذاته شيء صعب جدا ان احنا نعتمد على ده. فطبعا معنى ان احنا نوصل في فيلمنا رساله زي دي، يا جماعه يا ريت احنا اللي نصنع الحاجه، لان اللي صنعها اساسا دكتور مصري، مش دكتور صيني او دكتور امريكاني، لا ده احنا لما نصنع احنا الحاجه دي احنا ابت بصناعتها. يعني فيما معناه زي ما قال هريدي جمله شهيره جوه الفيلم، احنا ليه نعتمد عليهم هم اللي يصنعوا لنا؟ طب ما نصنعها احنا ونستفيد احنا بصناعتها ونغزو احنا العالم بده. ده شرحنا عن فيلم صنع في الصين طبعا، او دي الرساله اللي انا عايز اوجهها للعالم العربي كله او العالم كله. يا جماعه المنتجات الصينيه قد ما هي جميله جدا وممتعه جدا وسهله التعامل، وقد ما هي رخيصه جدا في ثمنها، لكن بجد هتقعد ناس كتير في بيتنا والله بسبب الموضوع دون. وبالذات المصريين هيقعدوا كتير جدا في بيتهم بسبب ان المنتج الصيني دون غزا مصر وغزا الدول العربيه او الدول الاوروبيه. بعد ما شفنا مع حضراتكم عرض لفيلم الأستاذ إبراهيم كامل المخرج الروائي القصير، والحقيقة استمتعنا جدا بعرض صنع في الصين، فكرة مبتكرة ورائعة وحصل بيها الأستاذ إبراهيم على العديد من الجوائز. نتمنى حضراتكم تكونوا استمتعتوا النهارده بحلقتنا واستفدتوا منها. أستاذ إبراهيم الحقيقة احنا بنشكر حضرتك جدا على العرض الشيق ده وعلى العرض الرائع ده، ونتمنى بجد إن شاء الله إن احنا نشوف شغل كمان الفترة ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الرسالة حضرتك حابب توجهها النهارده لكل زملائك اللي يمكن الجيل الجديد اللي طالع معاك وبيتعلم منك الاخراج للافلام الرؤيه القصيره، تحب حضرتك تقول في الرساله دي ايه؟ والله هو في المقام الاول هي متعه، دي رساله. الحاجه الثانيه هي كل من يجد في نفسه الموهبه سواء اخراج او تمثيل او خلافه، ما تحاولش ان انت تدفنها، حاول تنميها، لان فعلا البلد محتاجه مواهب جديده ومحتاجه ناس بتفهم. فاحنا رسالتنا النهارده للشباب الجديد كله، كل من كان لديه موهبه لن يدفنها ولن يغفلها، فعليه بالتنميه. صحيح، يعني ويشتغل كتير. اعتقد استاذ ابراهيم دي زي ما حضرتك قلت الخبره، كتر الشغل هيعلمه يطلع حاجه احسن واحسن واحسن. صحيح ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك استاذ ابراهيم كامل المخرج الروائي القصير، بتمنى لحضرتك كل التوفيق دايما، وباذن الله ربنا يوفقك في المهرجان القادم ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك جدا، وبنشكركم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وتكنو فيلم.